الو. هلا والله. الله يسلمك بخير، شو اخبارك؟ الحمد لله. والله ماكو، ما ادري، احس خلاص مليت من السينما، من المجمعات، من الكافي شوب. ما ادري، حبيت اليوم اني اغير. ايه، لا بروح النادي العلمي. ايه، سامع عن دورات جديدة. بودي حمود ولا شعول، يمكن يتسلون في النادي ويستفيدون. لا ما ينفع حداق اليوم، خلاص ترى خلص النهار. خلها مرة ثانية، اليوم لا، بروح النادي العلمي، حتى انا بشوف النادي العلمي. وصلنا الحين لسكشن العلوم المرحة. كاهو هذا هو القسم الخاص بالعلوم المرحة، بين انه هو اسمه شيء وايد يونس، ممكن يفيد كل الشباب الحلوين اللي موجودين في النادي العلمي. استاذ امير راح يعلمني ويعلمكم شنو يعني العلوم المرحة وشلون ممكن نستفيد. الحين استاذ امير راح يعرفنا شنو هي العلوم المرحة وشلون الواحد ممكن انه هو يستفيد منها. حياك الله معنا. الله يخليك. احنا مستانسين بوجودكم واحنا بنتشرف بالوجود معنا. بالنسبه للعلوم المرحه، احنا هنا بندرس العلوم اللي بيدرس في المدارس. علم العلوم بيدرس عن انواع الطاقات، بيدرس عن طاقه كهربيه، بندرس عن المغناطيسيه، بندرس عن الحركه، عن الصوت، عن الضوء، عن الروافع. كل ما هو يخص الطبيعه بنبدا ندرسه هنا في العلوم المرحه. تخلون الشباب الحلوين هذول انهم يطبقون بشكل عملي وفعلي، صحيح؟ نعم، وهو ده المطلوب، لان هو مش هيجي هنا هنشرح له، لان هو بيتشرح له في المدرسه كعلم، فهو عاوز يشوف العلوم اللي هو بيتشرح له دي يطبقها في صوره عمليه بسيطه يدويه، يقدر يطبق الكلام اللي بياخده. فبنديله اغراض بيبدا يطبق كل شيء ما هو درسه في العلوم، بيشوفه هنا فعلا في تجربه، وبيقدر ان هو يشغلها ويستفيد منها اكتر ما يدرسها نظري. شنو الاشياء هذه اللي يشغلها وممكن انه يستفيد منها؟ يعني هو بيدرس عن الدائره الكهربيه مثلا في المرحله الابتدائيه، وبيدرسها بتوسع اكبر في المرحله المتوسط. فبنقدر ان احنا هنا نديله الدائره الكهربيه في صوره شيقه، في صوره ليد، في صوره مروحه، في صوره جرس، كلها دي مكونات الدائره الكهربيه. بنبدا نديله مثلا عن المغناطيس وازاي الكهرومغناطيسيه، ان عن طريق الكهرباء نقدر نعمل مغناطيس. فهو عن طريق ملف نمرر له فيه كهرباء بطاريه بيصبح مغناطيس ويعمل صورة جرس، فبيقدر يستفيد بحاجات زي كده. ما تعتقد ان الادوات المستخدمه وايد بسيطه وعاديه بالنسبه حق الشباب الحلوين في انهم يطبقون عليها؟ فيها برضو ميزة ان يكون الادوات بسيطة، لان هي ادوات من اللي موجودة حواليه في الطبيعة. ازاي هو يقدر يشوف الاشياء البسيطة دي، يقدر ان هو يتعامل معاها ويتفاعل معاها، يعمل منها تمرين. فبنديله مثلا علب البيبسي اللي هو ممكن، او الكولا، او اي منتج مياه غازية، بدل ما هو بعد ما بيشربه بيجته، لا، يقدر يستفاد منه انه يعمل في صورة تجربة. برضو البوتل المي، الحاجات دي بنقدر نستفيد، ممكن نعمل منها كشاف يدوي هنا وعاملينه. ممكن ان احنا نقدر نستفيد ان تبقى مطرقه للجرس، ممكن ان نقدر نعمل فيها اي نماذج احنا بنستفيدها بيها هنا. يعني معنى كلامك ان ممكن الاستفاده من اي شيء بسيط وصغير في ان نشوف شيء مبتكر، وانه من ولا شيء ممكن يسوي عده اشياء. نعم، هو كلمة علوم أو كلمة فيزياء هي يعني الطبيعة، بيدرس الطبيعة، فهو لازم يشوف الطبيعة من حواليه فيها إيه من مكونات، فيها إيه من عناصر، وهو يبدأ يتفاعل معاها، من ان هو يعمل منها نماذج، يعمل منها اشياء تمارين، فيقدر ان هو يستغل عقله ومهارته اليدويه في نفس الوقت. شكرا استاذ امير، يعطيك الف عافيه على الانفورميشن والمعلومات اللي قلتها. شكرا. الله يخليك، شكرا ليكم وتشرفتونا، واحنا في اي وقت حاضرين.
بدر عمر البناي ما شاء الله عليه شاب شي مزيون، وراح يعرفني اليوم ويعلمنا عن تجربة جديدة. شلونك بدر؟ الحمد لله. حبيبي أول شيء قول لي أنت من متى مشترك بالنادي العلمي؟ ترك صار لي تقريبا 3 سنين. أنا كنت بالإلكترونيات والحين رأيت الفيزياء. ما شاء الله عليك. عمرك 12؟ 12 سنة. يعني عمرك كله. الحين في تجربة غريبة هني وشكلها غريب، فهمني وفهم كل ربعك شنو ممكن نحن نستفيد من خلال هذه التجربة. هذه التجربة يعني هذا المشروع اسمه ترشيد الطاقة والكهرباء. أنت لما تطلع من البيت يمكن ناسي المكيف، الليتات مبطلهم، فأول ما تطلع من البيت أول ما تقفل راح ينطفي معك كل شيء. اوكي. هذا الحين وانت طالع من البيت. إيه، وإذا أبي أدخل أول ما أدخل يشب كل شيء. زين شلون تشتغل؟ يعني شنو هي العملية اللي تسوونها على اساس نقدر نحن نسويها؟ مفتاح ونوصل مع الأسلاك. إذا طفينا يعني إذا قفلنا الباب راح ينطفي كل شيء. سو كذي نقدر ان احنا نرشد الطاقة او نسوي ترشيد للطاقة الكهربائية. في تجربة ثانية بعد صح؟ شنو هذه التجربة؟ حب بدر بيفهمنا. جهاز انذار، أول ما تبطل الباب راح يبين انذار. يعني مثلا أنت طالع أنت يعني مسكر الباب بس مو قافله، أول ما واحد يبطلك راح تسمع صوت انذار وراح ترد له يعني. هذا اذا قصدك انت عن الحرامية مثلا او اللصوص يعني؟ بس انا اهم ما فهمت عدل، يعني هل معنى هذا ان انا لما اجي ابطل اوكي تحمي البيت إذا أحد دش عليك على طول راح يطلع الصوت؟ إيه على طول. يعني شوف بطل الباب أول ما تبطله هو راح يطلع الصوت. حتى اذا ردينا سكرنا الباب ما راح يروح الصوت الا لما الشخص صاحب البيت يسكر. صاحب البيت أو يحط له رقم سري أول ما تطقه يتسكر. حلو، يعني انتم قاعد تسوون اشياء تفيدون فيها المجتمع بشكل كامل. زين انت حبيبي لما تبي تكبر شو تبي تشتغل؟ شو تبي تصير؟ مهندس كهرباء. مهندس كهرباء. هل قاعد يفيدك التدريب هذا بالنادي العلمي؟ إيه طبعا. شنو يفيدك مثل شنو؟ يعني الأسلاك والتوصيل والمفتاح والموتور والجرس كل شيء يعني استفيد منه هني. اوكي انت كم ساعة تقعد هني بالنادي العلمي؟ 4 ساعات اليوم؟ كل يوم، بس يوم الجمعة بس لا يعني إجازة. اوكي زين متى مسافر في الصيف ما راح تسوي شيء؟ راح تتم كله قاعد في النادي العلمي؟ نروح مؤتمر مع النادي حق دبي أسبوع. راح يكون في يعني مشاركات من دول الخليج. راح أسوي مشروع. متى؟ 13 ل 19 قبل رمضان بيوم. إيه. كل عام وانت بخير مقدما. أنت بخير. حبيبي في شيء تبي تقوله تشجع كل الشباب اللي نفس عمرك انهم يجون ويشتركون في النادي العلمي ويستغلون اوقات فراغهم؟ طبعا إيه، لأن يعني إذا قاعدين ما راح يستفيدون شيء، يطلعون التلفزيون هني يقدرون يستفيدون كهرباء جرس ليتات كذي خلي يطلعون تلفزيون بس مو وايد. يعني. الشقق، الفلل، المطاعم، اي مكان تستخدم فيه الكهرباء ممكن ان هم يستخدمون هذا المشروع المصغر اللي ممكن من خلاله ترشيد استخدام الكهرباء. بمعنى ان من اول ما تبطلون الباب على طول تتشغل كهرباء، وبس تسكرون الباب تنطفي الكهرباء. انا قعدت تقريبا هني ساعة ساعتين بالضبط 4 ساعات، ومع هذا حسيتهم كأنهم ربع ساعة أو أقل حتى من كثر ما استانست واستفدت من كمية العلوم المرحة اللي مقدمة من قبل النادي العلمي. أنصحكم أنكم لازم تزورون هذا الصرح المختلف لأنه يقدم لكم أشياء جدا مختلفة ويفتح لكم آفاق كثيرة للمستقبل. أنا وايد أحب أشكر النادي العلمي لأن في النادي العلمي راح تحصل على المتعة والاستفادة.